حالة العاصفة بتتطور من سيء لأسوأ. بننصحكم إنكم ما تخرجوش من بيوتكم تحت أي ظرف من الظروف. في حالة الطوارئ احنا مخصصين الرقم 3 6 لاستقبال مكالمتكم. قعدت على الكنبة ومسكت مج النسكافيه اللي كان محطوط قدامي على الترابيزة. احنا فعلا اخترنا المكان الصح اللي نقضي فيه شهر العسل بتاعنا. الدنيا هتفضل تمطر تلج الأيام. سامي غمز وهو بيرد عليا. على فكرة يا رانيا، أنا ما عنديش أي مشكلة في الموضوع ده. لا يا سامي، أنا بتكلم بجد. أنا اخترت الكابينة دي عشان المنظر الجميل اللي بتطل عليه، أشجار الصنوبر وقطعان الغزلان والديوك البرية. دلوقتي ما بقيناش شايفين قدامنا غير المنظر ده. وبعدين شاورت على الشباك اللي ما كانش باين من وراه غير مساحة كبيرة متغطية باللون الأبيض. لو دققت فيها هتشوف بالعافية حدود الأشجار الرمادي القليلة. صدقيني هتبقى قصة مضحكة جدا نحكيها لأولادنا. اقفلوا كل الشبابيك والستاير، بكرر اقفلوا كل الشبابيك والستاير. بصيت لسامي اللي اكتفى بإنه مط شفايفه وهز كتافه. لو عندكم أي شبابيك من غير ستاير زي شبابيك البدروم مثلا أو شرايح الإزاز اللي بتبقى متركبة على أبواب المداخل، غطوها بملايات السرير. إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ سامي خد شفطة من مج النسكافيه بتاعي قبل ما يرد عليا. أراهنك إن الموضوع ده ليه علاقة بالعمى الثلجي. مش عاوزين حد يبص من الشباك وعينيه تتضر بسبب أشعة الشمس المعكوسة على التلج. وبعدين قام من مكانه وابتدى يقفل ستاير الشبابيك واحد ورا التاني. الضلمة سيطرت على المكان تدريجيا وحولته الملعب للظلال الغريبة. قلت له وأنا بقوم من مكاني، وأنا هروح أولع النور. الكهرباء مقطوعة، عشان كده الدنيا متلجة. دلوقتي ازاي هنتفرج على The Fall of the House of Usher أو نشحن موبايلاتنا أو حتى رانيا ما تقلقيش، تعالي اقعدي، اضغطي بالبطانية دي، خلصي النسكافيه بتاعك وانا هدور على كبريت، وبعدين هاجي ارمي الراديو ده من الشباك وهولع نار الدفاية عشان نقعد قدامها ونستمتع بالدفا. اوكي؟ أوكي. وبعدين اختفى جوه المطبخ. النور الضعيف اللي كان داخل من ورا الستاير ابتدى يقل، والأوضة درجة حرارتها نزلت زيادة. تمثال الدب الخشب اللي في الركن اللي كنت شايفة إن شكله ظريف أول ما وصلنا، دلوقتي بقى شكله مخيف، زي ما يكون بيستعد عشان يهجم علينا. قرون الغزلان المتعلقة على الحيطة شكلها بقى عامل زي الرماح، رماح مستعدة إنها تنغرز في جسم أي حد يجرؤ إنه يعدي من جنبها. شديت البطانية تحت دقني. يلا يا سامي انجز، الدنيا ساقعة قوي. تحذير أخير، ما تخرجوش من بيوتكم، ما تفتحوش الأبواب مهما تسمعوا، وما مديت إيدي ومسكت الراديو وهزيته، وبعدين اتنهيت. الإرسال اتقطع. سمعت صوت سامي جاي من المطبخ. احسن، انا اخيرا لقيت الكبريت. دورت في محطات الراديو. احنا بنوزع أكل ومية وبطاطين مجانا في آخر شارع الزهور. سامي طلع من المطبخ، إيده فيها علبة كبريت ووشه مرسوم عليه علامات الحيرة. ثانية واحدة، هما مش لسه قايلين من شوية؟ عليت الراديو. يلا تعالوا بسرعة، هتلاقونا مستنيين، بس لازم تبقوا عارفين إن الكميات محدودة. لهب الدفاية ابتدى يرقص رقصته الكلاسيكية.
عشان يخلي الظلال تتنطط وهي بتهرب بعيد عنه كأنها كائن حي. البرد ابتدى يقل. لفيت البطانية حوالين جسمي وحطيت موبايلي قدامي على الترابيزة. كل الأرقام اللي بتصل بيها ما بتردش، بتحولني على البريد الصوتي. حتى والدتي اللي عمري ما اتصلت بيها في يوم وما ردتش عليا. ومواقع الأخبار على النت ما فيهاش أي خبر واحد عن اللي بيحصل هنا. والراديو زي ما انت شايف ما بقاش بيذيع أي أخبار. أنا عاوز أفهم إحنا وضعنا إيه دلوقتي؟ سامي ضحك ضحكة قصيرة. وضعنا بكل بساطة إننا بقينا متحصرين في البيت ده، أو ممكن نكون موتنا. سامي، إيه يا رانيا، بهزر معاكي. خلينا نشوف لو في أي أخبار على النت. وبعدين مسك التليفون بتاعه. بصي، بدل ما أدور على مواقع الأخبار هدور على جوجل بالكلمات المفتاحية. خلينا نشوف. مدينة وادي الضباب، تحذير الراديو الغريب، ملايات على الشبابيك. ثواني، الصفحة لسه بتحمل عشان الشبكة نزلت ل 3G. أخيرا. وبعدين حط التليفون قدام وشي، خدته من ايده وابتديت أقرأ. ملكة الشمال 89 كانت كاتبة بوست على ريدت. في أي حد من مدينة وادي الضباب؟ من شوية كان في تحذير غريب في الراديو، قالوا لنا ما نخرجش من بيوتنا ونقفل الأبواب ونغطي الشبابيك بملايات. بس دلوقتي في بث تاني بيشجعنا إننا نخرج ونروح عند آخر شارع الزهور عشان بيوزعوا أكل مجاني وبطاطين. في أي حد فاهم اللي بيحصل؟ ما كانش فيه غير تعليقين بيردوا على البوست بتاعها. الأولاني كان كاتبه مجنون ليلى. البث التاني مزيف، بقاله 6 ساعات بيتعاد على كل محطات الراديو المحلية. التعليق التاني كان كاتبه الديب النباتي. يا جماعة، أنا بحثت كتير في الموضوع ده. في حاجة شبه كده حصلت في السبعينيات. متخافوش، مش هيقدروا يؤذوكوا لو اتبعتوا القواعد دي. 1، ما تبصلهمش ولا تخلوهم يشوفوكوا. 2، لو كنتوا قاعدين في خيمة أو عربية غطوا الشبابيك بالفتحات بشيء معتم ما بيدخلش الضوء. 3، ما تولعوش أي نار عشان هم بيقدروا يشموا الروايح من على بعد أميال. أنا وسامي بصينا لبعض وبعدين بصينا على النار. نطيت صحيت من النوم، البطانية ملفوفة حوالين رجلي ورقبتي بتوجعني وإيديا ساقعة زي التلج. الكابينة كانت ضلمة ما عدا ضوء أحمر ضعيف مصدره الجمرات اللي لسه ما اتطفتش في الدفاية. سامي، رد عليا بصوت شخيره. سامي، إيه في إيه؟ سامع؟ ممكن يكون فرع شجرة ولا حاجة. نامي ما تشغليش بالي. صدى صوت الخبط اتردد في الكابينة كلها كأنه جاي من كل اتجاه حتى من السقف. سامي نط وقف جنبي ولبس نظارته بسرعة. هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ سامي همس وهو بياخد خطوة عشان يقف بيني وبين الباب. ما تفتحيش الباب. طبعا مش هفتح، هو أنا مجنونة؟ افتحوا الباب. سمعنا صوت راجل صوته عالي وواضح جايلنا من ورا الباب. بوليس، افتحوا الباب. سامي ابتدى يتحرك بتردد ناحية الباب. همستله بصوت خرج مني شبه الفحيح. انت بتعمل ايه؟ ده البوليس يا رانيا. نطيت وراه عشان الحقه وهو ماشي في الطرقة
متجه لباب المدخل. هما مش قالوا ما تفتحوش الأبواب لأي سبب من الأسباب؟ انت نسيت ولا ايه؟ سامي اتجمد في مكانه. كان في ظل باين من ورا الملاية اللي كنا مثبتينها على ازاز الباب. لو بصيت على الظل بصة سريعة هتشوف سلويت شخص، راجل شرطة طبيعي، بس لما هتدقق زيادة هتكتشف ان شكله غريب. هتكتشف ان رقبته اقصر من الطبيعي، ورجليه اطول من الطبيعي، وراسه مايلة بزاوية غريبة مستحيلة ملهاش دعوة بالطبيعي. الشرطي الغير طبيعي زعق من ورا الباب: بوليس، افتحوا الباب دلوقتي حالا. سامي عينيه كانت متركزة على الباب، بالتحديد على ركن ازاز شباك الباب اللي الملاية اتفكت منه. نطيت وقفت قدامه: سامي، اوعى تفتح الباب، ده مش البوليس، دول هم ايا كانوا. يا رانيا، انا متأكد ان ده البوليس. ومد ايديه بسرعة من جنبي وفتح الباب. صرخت: لا! الوقت اتجمد للحظات. رقائق التلج دخلت من الباب وطارت بنعومة عشان تنزل بالراحة على الأرضية الخشب. سامي اتسمر في مكانه زي التمثال وهو واقف قدام باب المدخل المفتوح بيبحلق في العاصفة. عقلي كان شغال بأقصى سرعة. دلوقتي هو دخلهم، غلط غلطة قاتلة، غلطة ممكن تتسبب في إننا نموت في أول يوم من أيام جوازنا. بعد لحظة عرفت بالظبط اللي المفروض أعمله. إيديا اتحركت بسرعة، لطشت النضارة طيرتها من على وش سامي. أول ما النضارة اتشالت من فوق عينيه، التعبير الهادي اللي كان مرسوم على وشه اتحول لرعب. مسك حرف الباب بسرعة وابتدى يزقه بكل قوته عشان يقفله، أو على الأقل حاول إنه يعمل كده. صرخت: اقفل الباب، اقفل الباب بسرعة! مش عارف اقفله، في حد بيزق من الناحية التانية. صوت إزاز بيتكسر جوه الكابينة. صرخت وأنا بشده من إيده: إحنا اتأخرنا، هما دخلوا خلاص. بقولك إيه، اقفلي عينيكي. أنت هتعمل إيه؟ اسمعي الكلام بس، خليكي واثقة فيا. سمعت صوت الباب وهو بيتفتح بسرعة، وبعدين صوت خطوات أقدام تقيلة. سامي مسكني من دراعي وشدني. حسيت بالدب الخشب وهو بيقع لما خبطت فيه، وحسيت بقرون الغزلان وهي بتخربش جسمي، وحسيت بحاجات تانية بتخبط فيا، حاجات كان ملمسها دافي بشكل مش مريح. صوت مفاتيح، وبعدين حسيت إني بتشد عشان أخرج في البرد. الهوا البارد نمل وشي، مشط رجلي حرقني وأنا بتكعبل وسط التلج. صرخت من الألم والرعب. مع كده موقفتش لحد ما حسيت بملمس كرسي العربية الجلد تحت إيديا. ما تخافيش، أنا وراكي. وبعدين سندني لحد ما دخلت قعدت على الكرسي. باب العربية اتقفل. صوت الموتور وهو بيدور، وبعدين العربية اتحركت لقدام وحودت عشان تدخل على الطريق. كويس إن العربية دفع رباعي، تقدري تفتحي عينيكي دلوقتي. بس أنا مش عاوز أشوفهم. ما تقلقيش، أنا مش شايف أي حاجة غير طبيعية على الطريق. فتحت عيني. المنظر ما كانش مختلف كتير عن الضلمة اللي ورا جفوني، ما عدا طبعا ضوء كشافات العربية. أشجار سودة كانت محاوطة الطريق من الناحيتين، ورقائق التلج كانت بتلمع في ضوء الكشافات وهي متعلقة في الهوا ما بين أغصان الأشجار. لا، ثانية واحدة، ده مش تلج، دي عيون، عشرات العيون بتراقبنا من فوق قمم الأشجار. ظلال انفصلت من قمم الأشجار ووقعت على الطريق كأنها نقط مطر نازلة من السماء. العربية كانت بتتحرك بسرعة وهي طايرة على بطانية التلج اللي مغطية الأرض. دول معانا على الطريق. إيه؟ فين؟ في كل مكان، انت مش شايفهم ولا ايه؟ أكيد يعني مش شايفهم،
أنا أصلا شايف الطريق قدامي بالعافية. أنت مش فاكرة إنك كسرت النضارة بتاعتي ولا إيه؟ الظلال قربت من العربية أكتر وهي بتتلوى عشان تبعد عن أضواء الكشافات. قفلت عينيا، فكرت بسرعة. إحنا في أمان. أيوة، إحنا في أمان في العربية، محميين بطبقات من الصاج والإزاز. حتى الشخص اللي اسمه اللي كان على النت ده، الديب النباتي، قال إننا هنكون في أمان جوه العربية. العربية اتحركت يمين وشمال بسرعة عشان تتفادى الظلال. الموتور سامي اتكلم. يلا بقى كملي جميلك معانا. هو ايه اللي بيحصل؟ احنا سرعتنا بتقل ليه؟ مش عارف، كل حاجة مظبوطة، والتلج مش عميق لدرجة إننا نغرز. العربية وقفت رغم إن العجل كان لسه بيلف على التلج. بيتهيألي إنهم وقفوا العربية. حتى وعينيا مقفولة كنت حاسة بيهم، عينيهم اللي بتلمع في ضوء الكشافات، شكلهم اللي شبه الظل أو الدخان الأسود. وبعد ما يقتلونا شكلهم يتحول لنسخ غريبة مننا. ابتدوا يخبطوا على الإزاز. يا ترى قدامنا وقت قد إيه قبل ما يكسروه ويدخلوا؟ دقايق ولا ثواني؟ العجل بطل يلف. سامي حط الفتيس على البي. انت بتعمل ايه؟ عندي فكرة. فتحت عينيا وانا فاردة كفي قدام وشي عشان ما بصش برا العربية. سامي حط ايده في جيبه وطلع علبة كبريت، وبعدين طلع عود ولعه. اللهب اتولد واتلوى، وسحابة دخان سودا صغيرة طارت منه ناحية سقف العربية. استنى، انت بتعمل ايه؟ النار دي هتجذب عدد اكبر منهم. بالظبط. قلبي ابتدى يدق جامد. انا وثقت فيه زي ما طلب مني، سبته يشدني على التلج وسبته يركبني العربية لحد ما في الاخر بقيت متحصرة جوه مصيدة الموت دي. لا، ده مش سامي، ده واحد منهم. انت عملت ايه في سامي؟ انت قتلته؟ انت اكيد قتلته. انت بتقولي ايه؟ انت بتخرفي؟ لا، مش وقت جنون البقر خالص. انت اللي قلت انك عاوز تجذبهم لينا. مش عاوز اجذبهم لينا، عاوز اجذبهم لده. وفتح تابلوه العربية وطلع منه ورقة وكورها في ايده، وبعدين قرب لها بالكبريت منها. النار مسكت في الورقة. انا هرمي النار دي من الشباك، هيتلهوا بيها ويبعدوا عننا، وساعتها نقدر نهرب بالعربية. هزيت راسي. بس استنى، اكيد الريح هتطفيها. انتي بومة ليه يا رانيا؟ عندك اي فكرة تانية؟ لو قعدنا في مكان لو ما عملناش حاجة احنا الاتنين هنموت. صاج العربية كان بيئن وهما بيحاولوا يخلعوه من مكانه. الخبط على الإزاز صداها ردت كأنه صوت تكات ساعة. كنت عارفة إن عنده حق. سامي نزل الشباك ورمى الكرة المولعة نار بعيد عن العربية. حسيت بحركة الكائنات وهما بينطوا من فوق العربية عشان ينزلوا على التلج. صوت صرخة حادة بحركة لا إرادية. بصيت، الظلال ما كانتش بتجري ناحية النار زي ما كنا متوقعين، كانت بتجري بعيد عنها. بعد ثواني الصمت رجع للغابة تاني. التلج نزل بالراحة على الأرض، والشجر بقى شبه التماثيل، وأغصانه رجعت سودة من غير عينين بتلمع من بين أغصانها. دول بيخافوا من النار، مع إن الشخص اللي اسمه الديب النباتي قال العكس، قال إنهم بينجذبوا للنار والدخان. ليه يقول معلومة غلط زي دي؟ بيتهيالي مثلا إنه ما كانش يعرف. رديت عليه وأنا صوتي بيترعش. أو ممكن يكون بص على حد منهم وبقى بيتكلم بصوتهم. طب لو نظريتك دي صح، ليه قال إن الناس المفروض تقعد في بيوتها وتغطي الشبابيك؟ ممكن يكون العكس هو الصحيح.
مش المفروض إننا نقعد في بيوتنا؟ ممكن يكون هو ده اللي هم عاوزينه بالظبط. سامي عينيه وسعت وهو بيبصلي. انتي قصدك ايه؟ قصدي إن في احتمال كبير إن رسالة الراديو التانية هي اللي صح، هي اللي كان المفروض نصدقها. سامي لف المفتاح ودور العربية. على فين؟ ودي فيها كلام، على شارع الزهور. لما حاولنا ودخلنا شارع الزهور شفنا قدامنا منظر غريب. في آخر الشارع كان في بيت صغير على حدود الغابة. البيت كان متحوط بعشرات البراميل، كل برميل فيهم كان متولع جواه نار. الدخان اللي كان طالع من النار الكتير اتحد عشان يكون عمود اسود طويل واصل للسحاب. مجموعة من الأشخاص كانوا واقفين في جنينة البيت، عدد قليل منهم ابتدى يشاور لنا عشان نقرب. لما نزلنا من العربية ست شعرها اسود قربت مننا بسرعة. ازيكم؟ من فضلكم وقفوا هنا على جنب، محتاجين نعمل لكم فحص سريع. وبعدين قربت الوكي توكي اللي كانت ماسكاه في ايدها من بقها. في 2 جدد وصلوا. فحص ايه اللي هتعمله لنا؟ عاوزين نتأكد انكم مش واقعين تحت سيطرتهم. وقفنا على جنب في الجنينة واحنا حاسين بنار البرميل اللي ورانا وهي بتلفح ظهرنا. سامي همسلي. بيتهيألي إنها كانت فكرة غلط إننا نيجي هنا. هو إحنا فعلا متأكدين إن ازيكم؟ انا مبسوط انكم جيتوا. راجل ضخم قال الجملة دي وهو بيقرب مننا. كان لابس بنطلون جينز مقطع وقميص مفتوح عند الصدر. هخلص الفحص في ثانية، مش هاخد من وقتكم كتير. وبعدين سحب كشاف من جيبه ونوره قدام عينينا وسألنا شوية أسئلة. وبعدين نانسي، خلاص هما تمام. نانسي شاورت لنا عشان ندخل البيت. خدوا راحتكم، كلوا اطلبوا اي حاجة انتوا محتاجينها، المخزن مليان اصلا، مفيش ناس كتير جت. واضح اننا خدنا وقت طويل على ما قدرنا نشوش على البث. سامي سأل هي إيه الكائنات دي؟ زودت على سؤاله سؤال. هو احنا في أمان هنا؟ نانسي ما ردتش علينا، مشيت قدامنا لحد ما وصلتنا لترابيزة عليها سندوتشات وبعدين سابتنا ومشيت. أنا وسامي خدنا أطباق وحطينا عليهم شوية سندوتشات وقعدنا على ترابيزة من الترابيزات. قدامنا كانت قاعدة بنت مراهقة ساندة دقنها على إيد من إيديها وبالإيد التانية كانت بترسم دواير بالكول سلو اللي في طبقها. سألت سامي بصوت واطي هما ليه ما بيقولولناش أي حاجة؟ مش عارف أصلا إزاي جهزوا الملجأ ده بالسرعة دي، وجهزوا البراميل والنار والجينيريتور والأكل الكتير، زي ما يكون الموضوع ده حصل قبل كده وكانوا مستعدين له. فعلا الموضوع حصل قبل كده. احنا الاتنين بصينا قدامنا عشان نشوف البنت المراهقة بتبصلنا وهي مرسوم على شفايفها ابتسامة خفيفة. والدي قال لي إن الموضوع ده حصل قبل كده في السبعينات لما عاصفة كبيرة هبت على المدينة، ومن ساعتها وهم مجهزين نفسهم ومستعدين عشان لو الموضوع اتكرر. سامي ما قدرش يخبي انفعاله، سأل البنت بصوت عالي هي الكائنات دي إيه بالظبط؟ الراجل الضخم رفع راسه وبصلنا من الناحية التانية من الأوضة زي ما يكون مش عاجبه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. البنت ردت والدي والناس اللي شافوا الموضوع ده لما حصل قبل كده مسميينهم شياطين التلج، بس الحقيقة إن محدش يعرف هما ايه، شياطين ولا أشباح ولا كائنات جاية من الفضاء.
سامي خد شفطة من العصير وبعدين سألها: اللي أنا مش فاهمه فعلا، هما ليه كانوا عاوزيننا نغطي الشبابيك؟ تغطي الشبابيك أو ما تغطيهاش، في الآخر هيلاقوا طريقة عشان يدخلولك أو يخلوك تطلع لهم. هما شاطرين قوي في الموضوع ده. في واحد منهم كان واقف برا شباك أوضة النوم بيتكلم بنفس صوت والدتي اللي ماتت من 2 سنين. كان بيحاول يقنع والدي إنه يفتح له الشباك. لحسن الحظ دخلت عليه الأوضة في الوقت المناسب ولحقته قبل ما يعرض حياتنا للخطر. أيوة، بس أنا برضو ما فهمتش ليه نغطي الشبابيك؟ عشان الشمس بتحرقهم زي النار بالظبط، عشان كده ما بيجوش إلا في وقت العواصف. وبعدين وطت صوتها وبصت حواليها. عاوزين البيوت ما تدخلهاش الشمس عشان تبقى أمان بالنسبة لهم ويقدروا يعششوا فيها ويتكسروا. سألتها: بس هما ليه بيعملوا كده؟ بصي، أنا عندي نظرية في الموضوع ده. أعتقد إنهم مش عاوزين يفضلوا موجودين في الغابة بس، عاوزين يستولوا على المدينة كلها بيت ورا بيت لحد ما كلها تبقى بتاعتهم، ووقتها يقدروا. في اللحظة دي الراجل الضخم حط ايده على كتف البنت عشان يقطع كلامها. عالية، كفاية كده. وبعدين بصلنا. أنا ماجد، والد عالية. بنتي بتحب تألف قصص زي ما انتوا شايفين. أنا آسف لو كانت اتسببت لكم في أي إزعاج. ابتسمت وأنا برد عليه: لا لا أبدا، مفيش أي إزعاج. عالية اتنهدت وقامت من على كرسيها. ماجد شال إيده من على كتفها عشان قميصه يتفتح زيادة عند صدره. قلبي دق جامد. كان في وشم الديب بياكل جزرة. همست لسامي: ده واحد منهم، ده الديب النباتي بتاع ريدت اللي قال إنهم بينجذبوا للنار. داق وشم الديب بياكل جزرة على صدره. بس مستحيل إنه يكون شيطان من شياطين التلج، إحنا أصلا متحوطين بالنار. ممكن ما يكونش واحد منهم، بس الأكيد إنه واقع تحت تأثيرهم. عالية كانت واقفة جنب الترابيزة مربعة إيديها قدام صدرها وساندة ظهرها على الحيطة. كانت لوحدها. عالية، ماجد فين؟ هزت كتافها وهي بترد عليا. ما عنديش أي فكرة. سامي صارحها بالحقيقة من غير أي تردد. الموضوع مهم يا عالية، أعتقد إن شياطين التلج مسيطرين عليه. عالية ردت: انت بتقول ايه؟ لا طبعا، انت أكيد غلطان. حاولت أقنعها. عالية، الموضوع فعلا مهم. انفجرت فيا وهي غضبانة. أنا أنقذته لما دخلت عليه، كان هيبص من الشباك بس أنا منعته، لحقته في الوقت المناسب. رديت عليها وأنا ببص في الأرض. ممكن يكون بص فعلا، بص قبل ما انتي تدخلي. عالية اترددت وبعدين غضبها اتحول لخوف. كفاية، بطلوا تقولوا عليه حاجات مش مظبوطة. والدي كويس، ما فيهوش أي حاجة. رانيا، سامي نادى عليا وهو بيشاور على الشباك. نور اللعب البرتقاني كان ابتدى يقل. معظم النار المولعة في البراميل كانت انطفت. كان في شكل إنسان بيتحرك عشان يقرب من النار الأخيرة. كان في إيده حاجة كبيرة بتلمع، جردل. وبعدين مية الجردل طفت النار. الظلال انفصلت من الضلمة وابتدت تتلوى وهي بتتحرك عشان تقرب من البيت. ظل منهم اتحرك بسرعة ناحية ماجد. صرخت: خلي بالكوا، جايين! ماجد طفى النار ودلوقتي هما بيهجموا علينا. بحركة سريعة الظل اتلف حوالين ماجد عشان يغلفه بالدخان الأسود. بعد ثواني الدخان اتلاشى من حواليه عشان يظهر وهو واقف جسمه متصلب ورقبته مايلة للجنب بزاوية غريبة. بعد لحظات ابتدى يمشي بحركة ميكانيكية فوق التلج وهو متجه ناحية البيت، وهم كانوا ماشيين وراه. لما قربوا وشوشهم بقت أوضح. كانت عبارة عن سامي قفل الستاير
هدوء البيت اتحول لفوضى من الأصوات، خطوات بتجري، أطباق بتقع، وناس بتصرخ، وصوت مخيف مألوف ابتدى يخبط على الإزاز. لو محدش اتصرف دلوقتي حالا كلنا هنموت. صرخت تعالوا ورايا، وطلعت أجري على باب البدروم. فتحت الباب ونزلت السلم، أصوات خطوات أقدام جاية بتجري ورايا. الهواء المطرب المليان بالرطوبة خبطنا في وشنا. الضلمة اتعكرت بنور أصفر ضعيف. سامي سألني إيه الخطة؟ هنعمل إيه؟ رديت عليه وأنا بقلع السويتر بتاعي وغطي بيه شباك البدروم الصغير. هنستنى هنا لغاية الصبح، العاصفة هتكون انتهت والشمس هتكون طلعت. عليا اتكلمت بصوت بيترعش وعينيها مليانة بالدموع. هي رقبتها ليه مايلة كده؟ انتوا شفتوا عملوا في والدي ايه؟ رديت عليها أنا آسفة يا عليا، بوعدك إنهم مش هيقربوا منك، خطتنا هتنجح ما تقلقيش. بس دلوقتي الناس التانية كانت سمعت اللي عليا قالته، والخوف انتشر في الأوضة زي النار في الهشيم. واحد من الموجودين صرخ من ركن مضلم في البدروم رانيا عندها حق. واحد تاني رد عليه بس لو عرفوا يدخلوا البيت هيكسروا باب البدروم الضعيف بسهولة، ساعتها هنبقى عاملين زي الفار اللي وقع في المصيدة. رديت عليه مش هيعرفوا يكسروا باب خشب. هما ممكن يكسروا الإزاز بس أكيد مش هيعرفوا يكسروا الباب الخشب. صوت تاني اتكلم، صوت جاي من سلوت ست عجوزة ظهرها محني بزاوية غريبة وعينيها بتلمع في الضوء الضعيف. احنا متحاصرين هنا، لازم نطلع فوق. لازم نطلع. لا، واضح انهم بصوا على الظلال، كلهم بصوا على شياطين التلج. صرخت احنا لازم نفضل هنا لحد ما الشمس تطلع، انتوا لسه ما فهمتوش. الأوضة غرقت في الصمت، وبعدين عليا رفعت ايدها وشاورت عليا. بيتهيألي انها بصت عليهم. ايوه، رانيا بصت عليهم. سامي بصلي وهو بيحاول يحبس دموعه. أنا كنت فاكر إني قفلت الستاير في الوقت المناسب، واضح إني اتأخرت. حد مسك دراعي وواحد تاني زق راسي تحت النور، وعالية وطت وبصت على عينيا، حواجبها عملت شكل 7. حدقة العين ما بتضيقش مع النور، وده معناه حاجة واحدة، أنا آسفة. شديت دراعي وقاومت عشان أتخلص منهم. سيبوني سيبوني. زقوني عشان يطلعوني السلم ويخرجوني من الباب. سامي صرخ استنوا، انتوا واخدينها على فين؟ في طريقة عشان نخلصها من سيطرتهم، هي عملتها معايا، شالت النضارة من على وشي. الست اللي مسكاني ردت عليه أكيد، بس هي مش لابسة نظارة. تحب نخزع عينيها؟ وعي اتسرب مني. فتحت عينيا، الدنيا ضلمة كحل. الناس دي أكيد رمتني في الغابة، ودلوقتي أنا هنا لوحدي مع شياطين التلج. قلبي دق بسرعة، وأنا بقيت واحدة منهم دلوقتي، شيطان من الدخان الأسود بعينين بتلمع في الضلمة. لا، ثانية واحدة، أنا آخر حاجة فاكراها كان في حد بيتكلم عن إنه هيخزق عينيا. خط من الضوء شق الضلمة لما الباب فتح فتحة صغيرة. حاسة بإيه دلوقتي؟ سامي. حاولت أقف وفشلت. أنا آسف. بصيت لتحت، كان في حبل تخين ملفوف حوالين جسمي رابطني في الكرسي. سامي اتكلم وهو بيدعك ظهر ايده. كانوا هيرموكي بره البيت، بس أنا قدرت أقنعهم بطريقتي إنهم يحبسوكي في الأوضة دي. في أي حاجة حصلت وأنا في الأوضة؟ لا، مفيش. وبعدين وطى وابتدى يفك الحبل.
الشمس طلعت من شوية وشياطين التلج اختفت. عالية دخلت راسها من فتحة الباب. الناس عاوزة تتكلم معاك. رانيا، انتي كويسة؟ رديت عليها وأنا ببتسم لها. أنا كويسة، بس ناس مين اللي عاوزة تتكلم مع سامي؟ ناس شغالين مع الحكومة لابسين بدل سودا، جم النهاردة الصبح، بيقولوا إنهم هيعملوا عملية تطهير للمنطقة. بيتهيألي إن نانسي شغالة معاهم. الحبل اتفك من حواليا وقمت وقفت. خلونا نمضي على أوراق كتير، وقالوا لنا إننا ممنوع نتكلم مع الصحافة أو ننشر أي حاجة من اللي حصل على النت. في نفس اليوم بعد الظهر سوقنا 6 ساعات عشان نرجع مدينتنا. قضينا بقيت شهر العسل في البيت، استريحنا ونمنا وقضينا وقت ممتع مع بعض. مفيش أي حاجة تانية مهمة حصلت غير إني في أوقات بشوف عينين بتلمع بين أشجار الغابة اللي ورا بيتنا، وبحس برغبة قوية في إني عاوز أفتح الباب